لا، هي فعلا الحاجة دي ممكن تكون ما تتعوضش عندك. الله قدر هذا والله كفيل به. اللحظة الوحيدة اللي الإنسان يبطل فيها يكمل هي اللحظة اللي هيشوف فيها ملك الموت قدام. اي، عاملين ايه؟ فيديو جديد، بس فيديو جديد بإحساس جديد بكلام جديد. يعني مش بس فيديو جديد، والمرة دي مش هتكلم زي كل مرة عن الإنتاجية والحاجات الجميلة اللي أنا متعودة أتكلم فيها في المحتوى بتاعي. النهاردة هتكلم في حاجة تانية خالص، مهمة لا تقل أهمية عن الحاجات التانية، لأنه لو معرفناش ازاي نتعامل مع وقت الخسارة مش هنعمل أي حاجة تاني. معرفناش ازاي نتعامل مع الوقت اللي احنا بنمر فيه بمرحلة مش كويسة بعد ما خسرنا حاجة، مش هنعرف لا ننتج ولا نشتغل ولا نفرح، حتى مش هنعرف نعمل اي حاجة. فانا هاجي اقول لكم النهاردة ان احنا وقت الخسارة ممكن نتعامل معاها ازاي علشان نعرف نكمل. لان زي ما قلت لكم قبل كده، وزي ما مليون حد قال، وزي ما هي سنة الحياة، ان الحياة ستيل ماشية، ما بتقفش على اي حاجة، على اي حاجة. كل واحد فينا ربنا بيرزقه في وقت من الاوقات بحلم او بهوى. يعني الهوى ده ممكن يبقى اي حاجة، ممكن يبقى مثلا كلية هو عايز يدخلها، شخص هو عايز يكمل حياته معاه، هواء، شغلة عايز يشتغلها، مثلا اي حاجة، شركة عايز يشتغل فيها. في حاجات كتير ممكن الواحد يتمناها من ربنا ويجري وراها ويعمل اللي عليه كله ويبذل كل مجهوده واكتر من مجهوده، في الاخر ما تكونش من مكتوبه. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ في كام مرة حد اجتهد في ثانوية عامة وعمل كل حاجة ممكن تتعمل، وفي الاخر ما جابش مجموع الكلية اللي هو كان بيتعب عشان يوصل لها؟ كتير، صح؟ وارد، كل ده وارد، بس محتاجين نعمم الموضوع على كل حاجة بقى، مش على بس كلية او شغلانة او كده. يعني انتوا فاهمين. المهم، بصوا، هبدأ بجملة حلوة قوي قريتها في مرة وعلمت فيا. كانت الجملة دي بتقول: الله قدر هذا والله كفيل به. يعني ربنا هو اللي قدر ان الحاجة دي تحصل، وزي ما هو اللي قدر انها تحصل هيقدرنا نتعامل معاها. بص، ممكن تقعد عمرك كله بتجري ورا حاجة وتلاقيها مش من نصيبك، فجأة كده تكتشف ان الحاجة دي مش من نصيبك، بس الدنيا لسه ماشية. يعني انت هتكمل من غير الحاجة دي اصلا ممكن ما تكونش كانت معاك في يوم من الايام، بس انت كنت متعلق بيها وكنت نفسك فيها، وربنا مش رايد. هو لو ربنا عارف ان الحاجة دي فيها خير ليك ما كانش هيحرمك منها. ممكن نقعد نسأل نفسنا: طب لما هي الحاجة دي مش ليا، انا حبيتها ليه؟ الإجابة عند ربنا. ربنا برضو هو اللي عارف. اكيد في سبب انت حبيته عشانها، او اكيد في حكمة من ان انت حبيت الحاجة دي. ممكن تبان، ممكن ما تبانش، المهم تكون واثق ان ربنا يعني زرع الحاجة دي في قلبك في يوم لسبب، وممكن يا يبان لك يا ما يبان لكش. يعني وارد اصلا تعيش وتموت من غير ما تعرف السبب ده كان ايه. ربنا دايما شايف حاجات ابعد بكتير من رؤيتنا. احنا بنبقى شايفين حاجة وربنا شايف حاجة. هنزعل اكيد بعد ما نخسر، وهننكسر وهنعيط لما نتفلق، وممكن ما نعرفش اصلا نتخطى، بس لما لازم نكمل. يعني هنعمل ايه؟ هنموت؟ ما هنكمل برضو. بصوا، طول ما الواحد لسه فيه نفس لازم يعيش. اللحظة الوحيدة اللي الانسان يبطل فيها يكمل هي اللحظة اللي هيشوف فيها ملك الموت قدام. قبل كده هو واجب عليه، هو مضطر غصبا عنه، لازم يعيش.
خسرت بقى الحاجة اللي انت كنت حاطط املك كله عليها دي. قدامك طريق واحد من طريقين. الطريق الاول ان انت تلجأ أدوية الاكتئاب والمنومات وتقضي حياتك كلها نايم، تحاول ان انت تغيب عن الوعي معظم الوقت عشان ما تفكرش في الموضوع، او تزعل تاخد وقتك في الزعل، بس ترجع تاني تشوف انت عليك ايه ووراك ايه وعايز تعمل ايه. لكن مش هينفع ابدا 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 انه لمجرد، يعني والله صعبان عليا اقول لمجرد، يعني لانه اكيد 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 الحاجة دي كبيرة. اصل انت ايه اللي هيكسرك الا لو الحاجة دي كانت كبيرة عندك؟ هتزعل عمرك كله. مش هقول ان انت هتزعل فترة بس في فترة اللي هي فترة الصدمة، انت هتقعد مش عارف اصلا تستوعب اللي هو ده حصل ازاي، وهتعيط وهتتعب، بس لازم هيجي وقت وتقوم بقى تشوف اللي وراك. حتى في الوقت بقى اللي انت هتبدأ تشوف في حياتك الجديدة، انت هتفضل مش عارف تتخطى، على حسب حجم الحاجة دي كانت ايه عندك. مش تعرف تتخطاها وهتفضل تعيط عليها عمرك كله. بس هيبقى الموضوع بقى بدأ ايه، يعني بدأت ان انت تفوق لحياتك. هتفضل الحاجة دي برضو في حياتك وفي قلبك ومتعلق بيها، بس هتبقى بتجري بقى في اتجاه تاني غير الاتجاه بتاعها. يعني انت كنت مثلا عايز الكلية دي، فانت بتسعى للكلية دي. انت في كلية تانية دلوقتي، مجموعك ما جابش، فانت دخلت كلية تانية غير اللي انت كنت عايزها. ايه هتعمل ايه؟ تذاكر مثلا، بس طبعا برضو لازم تبقى حاجة انت حاببها. يعني حتى لو ما دخلتش الكلية اللي انت كنت راسم عليها طموحاتك، هتدخل كلية تانية بس تبقى حاببها برضو. يعني تشوف لك حلم جديد بس يكون انت اللي حلمت بيه. يعني انت تشوف انت عايز ايه برضو غير دي، وتعمل وتدخلها، وبعدين تشوف حياتك الجديدة. هل انت هتنسى حلمك القديم؟ مش هتنساه، هتفضل تفتكره مهما نجحت في حياتك الجديدة، هتفضل فاكره. فاحنا نتعامل مع الخسارة دي ازاي؟ اول حاجة ما نقعدش نقول ليه يا رب ومش ليه يا رب والحاجات دي، عشان حرام اصلا. لما ربنا يقدر حاجة يبقى خلاص. هو بصوا هقول لكم حاجة برضو، قريت مرة مقولة بتقول: صبرتم شكرتم أمر الله نافذ، جزعتم كفرتم أمر الله نافذ. يعني انت رضيت قلت الحمد لله، اللي ربنا كاتبه هيحصل، ما رضيتش وجزعت وصبرك مال، هتقول ايه؟ الحاجة دي برضو هتحصل، فتحصل وتاخدها وتتقبلها بصدر رحب، وتاخد ثواب وأجر على صبرك واحتسابك عند ربنا، ولا تقعد بقى تولول وتلطم وايه وتاخد سيئات. اصل هو بيبقى اختبار، ربنا بيختبرك في اكتر حاجة توجعك. فايه هيشوفك انت هتعمل ايه. هل هتصبر هيعوضك، والله هيعوضك. عارفة انه ممكن تقعد تقول هيعوضني بايه، ما انا كنت عايزة الحاجة دي ومش شايف ان في حاجة تانية ممكن تساعدني زيها. ممكن هيعوضك بقى في الجنة، فهتاخد اجر يعوضك عن كده عند ربنا، هتاخد ثواب. بشوف دايما انه مش لازم الحاجة اللي انت عايزها تكون كبيرة كفاية او مهمة كفاية لدرجة انه الناس تصدق ان انت شايف ان دي ما تتعوضش. لا، هي فعلا الحاجة دي ممكن تكون ما تتعوضش عندك، تكون بالعالم كله وما تتعوضش. وارد، والله وارد. هو في حاجات فعلا ما بتتعوضش، بس بالنسبة لك انت من رؤيتك انت ان الحاجة دي ما تتعوضش، الناس مش هتفهم ده. فبرضو زي ما قلت لك مالكش دعوة الناس تقول اللي تقوله. المهم قول لربنا الحمد لله وانا رضيت ورضيت، والله 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 يا رب قول له رضيت واحتسبت عندك كل ده، وشوف هو هيعمل معاك ايه. وزي ما قلت لكم برضو نشوف حلم تاني او حلم جديد نجري وراه، او يعني لو هنفضل ماشي زي ما احنا مثلا هنعيد الموضوع تاني من اوله او ايا كان برضو، بس منبقاش بقى عندنا ايه عشم كبير زي المرة اللي فاتت علشان ما نتكسرش قوي. يعني نحط احتمال ان الحاجة دي يا اما ممكن تحصل يا اما ممكن ما تحصلش.
في كل الاحوال هقعد اقولها كل دقيقة: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، نطق الحق، الحمد لله. فايه، نحمد ربنا ونشكر فضله. وانا كان في حاجة عايزة اقولها بس نسيت، ثواني. هتبقى اقوى بعدين، هتبقى اقوى 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 اقوى. يعني كل ما تخسر حاجة او كل ما تخلص الاذان، كنت بقول لكم انه لما الحاجة اللي حصلت وكسرتك دي تفوق منها، تبدأ تفوق وتستوعب الصدمة، انت هتبقى اقوى. مهما كنت تتخيل ان انت مش هتقدر تعيش بعدها، هتعيش بعدها، هتعيش وهتبقى شخص اقوى بكتير. انه مفيش حاجة بقى هتأثر فيك خلاص. اللي هو ايه ده الحاجة اللي انا كنت شايف ان انا مش هعرف اعيش من غيرها، حصلت وانا عايش من غيرها. يبقى ايه اللي هيوجعك تاني؟ مفيش حاجة هتوجعك تاني، ايا كان بقى ايه اللي هيحصل ولا ايه اللي هتخسره ولا ايه اللي مش مكتوب لك. خلاص، انا دي عديتها، يعني خلاص بقى مفيش حاجة تانية ممكن تكسرني. سلم امرك لله، هو مش هيعمل حاجة تضرك. احنا ماشيين، كلنا ماشيين بستره علينا وكرمه. وانا والله 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 عمري ما كنت اتخيل ان انا اقول كلام زي ده. انا كنت على طول بقول لربنا يعني اقول لربنا: يا رب، يا الحاجة دي انا لو ما خدتهاش هموت. واتضح لي ان هو مش كاتبها لي وما متش. عادي 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 خالص خالص خالص. مفيش حاجة ربنا بيعملها لنا ما بتكونش فيها خير لينا. هو ربنا لو شايف ان الحاجة دي فيها خير، طب ما هو الكلام يبان بديهي وسمعتوه مليون مرة، بس حسوه اول مرة، انا اول مرة احس الكلام ده. اقول طب ما لو فيها خير ما كان كتبها لي. والله لو فيها خير كان كتبها لي. فبس انا كنت بدعي بقى اقول: ولو ما فيهاش خير، بتحايل على ربنا، لو ما فيهاش خير خلي فيها الخير واكتبها لي. طب ما كان كل واحد في الدنيا بقى خد اللي هو عايزه بقى، لو الموضوع بالسهولة دي. ربنا قادر طبعا، قادر وكل حاجة، بس لازم يبقى في. اما يعني احنا ندخل الجنة ازاي؟ بجد هندخل الجنة ازاي لو احنا كل حاجة بقى عوزناها هناخدها؟ ما هو احنا الحرمان اللي ربنا بيحرمنا منه، بيبتلينا بيه، بيرفع درجاتنا عنده. يعني يقولك الشوكة اللي انت لو ماشي كده على الارض وتشوكت، الشوكة اللي دخلت في رجلك دي، ولا حتى لو ما دخلتش وجعتك وخلاص بتاخد بيها اجر. فما بالك بقى بحلم كبير انت كنت راسم حياتك كلها عليه وفجأة اصبح هباء منثورا. تخيل ده ممكن ربنا يأجرك عليه ازاي؟ يعني ويا بخت اللي ربنا يختار له الاخره. يعني في ناس ربنا بيفرحهم في الدنيا وبيحرمهم من الاخره. تخيل بقى انه يختار لك الاخره. ايه حلمك ده في الجنه؟ يعني ايه؟ يعني ايه اللي انت كنت عايزه ده؟ ان شاء الله لو قعدت سنين عمرك كلها تحلم بيه، ده ايه في الجنه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. يعني بص لها من الناحيه دي، بص لها ان يعني قل أذلك خير أم جنة الخلد التي كنتم توعدون؟ جنة الخلد أكيد أختار الجنة. أنا يعني لو خيروني الحاجة دي ولا الجنة أكيد أختار الجنة. أي حد في الدنيا لو خيروا بين أي حاجة والجنة هيختار الجنة، لو خيروه بين أغلى حاجة عنده الجنة. فنحتسب نحتسب نحتسب، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ومين عارف، يمكن مرة واحدة كده ربنا يلاقيك صبرت، يقوم قالب الموازين ومديك الحاجة دي مكافأة، اللي هو انا كنت بختبرك، خد. يعني انا منعتها عنك وكنت بشوفك هتعمل ايه وانت صبرت ورضيت، اهي اتفضل. وارد. بس احنا بقى حتى حطينا الموضوع ده في دماغنا هنقعد نعشم نفسنا ونستنى اللحظة دي، وممكن تحصل وممكن ما تحصلش. لو حطيناه في دماغنا هنفضل عايشين على الامل ده. بس مادام بان لنا كده خلاص في الاخر ان الحاجة دي مش لينا، ننسحب بكل هدوء. وانتوا عارفين المريح في الموضوع ايه؟ ان للاخر عملنا اللي علينا. مش هنيجي في وقت نقول يا ريتني كنت حاولت اكتر، لا احنا حاولنا لحد اخر لحظة وخلاص، لحد ما الموضوع بقى ما بقاش في ايدينا احنا. فايه بقى؟ نقول الحمد لله. وكل حاجة والله العظيم عند ربنا معروفة، وربنا مش هيضيع تعب حد وهيهون علينا.
يعني ربنا موجود وهيهون علينا. وفي حاجة كنت عايزة اقولها في الاول ونسيتها. احنا يعني انا كنت متخيلة في يوم انه لو اللي حصل ده هيحصل، آه انا ممكن اعمل حاجة في نفسي مثلا. ليه؟ لان أنا لما تخيلت البلاء من غير لطف ربنا، فدلوقتي البلاء نازل بلطف ربنا، فانا مش ما عملتش حاجة الحمد لله، والله الحمد لله. فدلوقتي احنا يعني لما ربنا بيبتلينا بيبقى مع الابتلاء ده لطف منه، بيبرد القلب كده، بيهون عليه. لكن في وقت تاني نتخيل الابتلاء قبل ما يحصل وهو محصلش، هنحس ان الدنيا كلها اتقفلت بقى، مع ان ده ما حصلش، لانه احنا بنتخيل البلاء من غير كرم ربنا ووقفته معانا ساعتها. فما نتخيلش ابتلاءات ونسيب كل حاجة على ربنا، ونعرف انه لو حصلت اكتر حاجة في الدنيا احنا خايفين منها، هو ربنا هيبقى معانا، لان هو اللي عايز كده. ما هيبقى معانا، لازم يبقى معانا. هو خلقنا ليه؟ خلقنا علشان بيحبنا، وحرمنا عشان بيحبنا. اقول لكم حاجة والله العظيم، ربنا اصلا بيغير على العبد. يعني لما يلاقي قلبه اتعلق بحاجة تانية غيره بياخدها منه، عشان مش عايز قلبه يتعلق بحاجة غيره. فيا بختي، اللي هو يا بخت اللي ربنا يحبه. انا لما الاقي ربنا حارمني من اكتر حاجة كنت نفسي فيها، فده انا يا بختي والله العظيم. نقول الحمد لله والله العظيم. انا بس طالعة بتكلم وانا مش مرتبة كلام والدبان بدأ يجي. انا قلت الكلمتين اللي انا كنت عايزة اقولهم، وان شاء الله يا رب ما كنتش طولت عليكم، بس اعتقد طولت. شكرا. السلام عليكم.